بتاعت النهارده يا جماعه مميزه جدا. ليه بقى؟ لان انا مش عارف اصلا هعمل ريفيوز عن ايه. اهلا بيكم في حلقه جديده من هجرب واقول لك. حلقه النهارده عن ايه يا ترى؟ حلقه النهارده حلقه مميزه جدا. ليه؟ لانها مفاجاه بالنسبه لكم وبالنسبه لي انا كمان، لان انا ما اعرفش هعمل ريفيوز النهارده عن ايه ولا هاكل ايه ولا هدوق ايه. قدامي بوكس وقدامي معلقه 2 3 4 وكوبايه فاضيه او كاس فاضي ومقص معلش ومقص وكوبايه فيها ميه. الكوبايه اللي فيها ميه دي الحاجه الوحيده اللي انا عاملها، الباقي كله انا ما اعرفش ده موجود ليه والبوكس ده فيه ايه. البوكس ده فيه 10 حاجات مراتي حضرتهولي وتحدتني ان انا ادوق ال10 حاجات اللي جوه، فانا خايف جدا لان التحدي ده اكيد معناها ان هو جواها حاجه مش هقدر ادوقها او حاجه ما بحبهاش. انا خايف قوي يا جماعه خايف قوي. يلا بينا نشوف. طيب البوكس اهو زي ما انتم شايفين. هنفتح البوكس. جواه حاجات يعني مش باين، جواه شغل الحاجات اللي عيد الميلاد دي اللي هو كور وكده، فانا مش هبص عشان اطلع حاجه تمام. وبعد ما اطلع الحاجه هحط الصندوق بره عشان نشوف الحاجه كويس. انا هبص كده اطلع اول حاجه. اول حاجه يا جماعه انا مش فاهم ايه دي اصلا، يعني انا مش عارف ايه دي، حاجه غريبه جدا حاجه غريبه. طلع البوكس بره ونقفله تاني. طيب دي الحاجه يا جماعه اللي طلعت، انا مش عارف ايه دي. شوكولاته زو، واضح ان هي شوكولاته بس شكل وحيد القرن. مكتوب عليها تحت حيوانات الغابة. طريقة الاستخدام: فتح الغطاء الخلفي، اضغط على الغلاف من الجانبين برفق، يمكن استخدام القالب الفارغ لعمل علبة شمع أو جبس. طيب هي مكوناتها شوكولاتة طبيعي مصنعة بزيت الكاكاو. طيب تعالوا نشوف. نقطعها من هنا، دي محتاجة مقص عشان كده المقص. وجي أول استخدام معانا للحاجات اللي مش عارف ايه دي أصلا. بما حدش يعرف مين هو وحيد القرن، يعني هو وحيد القرن اللي هو بيبقى تخين قوي ده وعنده قرن واحد. انا كبرت قوي على الحاجات دي. طيب في هنا ستيكر لونه ابيض اهو، بيتلون تقريبا ويتلزق. ده شكل الشوكولاته اللي قلناه. وهنا ده بيقولك ممكن يتفتح ويتحط جواه شمع ويبقى فتله ويبقى شمع. فتعالوا نفتحها. مش عايز تفتح. تفتح منين دي؟ نجرب بالمقص. طيب مش عارف افتحها فهفتحها من جوه هنا. اخيرا اتفتحت يا جماعه، يعني بصراحه يعني مش عارف افتحها. فيا جماعه اللي بيعمل المنتج ده يعني حط لنا مكان نفتح منه طيب ده شكلها من جوه. هنطلعها. ودن وقعت مش مشكله، هندوقها. ده شكله بس بعد ما ودن وقعت للاسف. الشوكولاته طعمها مش زي كابري وزي جالاكسي وكده. طبعا فين الراجل اللي بيطلع في الاتوبيس اللي هو بيوزع شوكولاته ده؟ هي طعمها شويه كاكاو ده اللي هو يعني ما بحبش اجيبها تاني طبعا. طيب ده اول منتج معانا، يعني ما ضايقنيش قوي. تعالوا نشوف تاني منتج. تاني منتج يا جماعه عصير بالتوت او بالباريز. ده تاني منتج معانا، عصير بالميكس باريز. خلينا نشوف طعمه عامل ازاي. هو في كده هنا فتحه بتتفتح كده، تتشال كده يتفتح كده. هو بتاع الاطفال شويه في البتاعه دي من فوق. اشربه كده على طول، لونه باين فده لونه. طيب هو طعمه مميمي شويه، خفيف كده، بس فيه فليفر بتاع البلو بيري فعلا. عارفين الميكس بيريز اللي هو الجهينه؟ هحط لكم صورته هنا. هو في سنه منه بس الميكس بيريز اقوى منه بكتير طبعا. ليه بهدلت الدنيا. نيجي للمنتج الثالث. لحد دلوقتي الحمد لله مفيش حاجه مضايقتني. قلنا مش هنبص. اوكي، كان نفسي اجربها فهي كانت عارفه تقريبا فجابتها. الكوكا كولا الجديده اللي هي كوك زيرو. مش عارف ايه الفرق بينها وبين الزيرو التاني القديمه،
فخلينا نشوف. طيب دي كوكا كولا زيرو شوجر و250 مللي. شكلها جديد، شكلها يعني جولدن كده، شكلها راقي يعني اهي. المفروض ان هي ما فيهاش سكر خالص، ما اعرفش بقى كده معانا ان كوك زيرو القديمه كان فيها سكر، مش عارف. خلينا ندوق. بحط هنا عشان نشوف شكلها. هي ودتني على الجيلي كولا قوي، الجيلي كولا اللي هو بيتاكل ده، اللي هو القديم الجيلي كولا. نحط لكم صورته هنا لو محدش عارفه، بس اكيد كلنا عارفينه يعني، ده بتاع الطفوله. خلينا ندوق. طيب هو في فليفر مختلف، افتر تيست بتاعه مختلف كده، نفس طعم الكولا بس في فليفر كده افتر تيست، يعني انا مش قادر احدد هو ايه. في فليفر زي فانيليا او حاجه كده بسيطه قوي، طعمها حلو جدا. فلو دي كوك زيرو خالص ما فيهاش سكر خالص، انا ممكن اجربها تاني. ونيجي مع المنتج اللي بعده. لا 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 لا، اكيد لا، اكيد لا، اكيد بتهزري. لا ايه ده، ايه ده؟ لا طبعا، لا طبعا مش هجربه، لا. طب ايه اعمل ايه؟ احطه اكنه ما جاش ولا ايه؟ لا انا هحطه ومش يعني هحطه ومش هجربه. طيب ونيجي للمنتج اللي بعده، هيرو بيبي. مش عارف، انا ذكريات الطفوله تزيد. مش قادر، انا عرفت المعلقه جايه ليه، فكرت الموضوع سلمي. بس خلينا نشوف، خلينا نشوف يمكن طعمه يبقى حلو. هو ده بطعم البرقوق. طيب اللي مش عارفه، ده ما فيهوش سكر خالص وبتبقى مكونات طبيعيه. يعني اللي مش عارف ده زي جربر بتاع زمان، ومش عارفه احط لك صورته هنا برضو. خلينا نشوف طعمه ايه. لا لا، ريحته بشعه، ريحته بشعه. ربنا يكون في عون الاطفال. خلينا ندوق. لا لا، مش هدوق كتير، هجيب حبه صغيرين كده. طعمه برقوق بجد، انا كنت متخيل ان هو يبقى وحش جدا. لا طعمه حلو قوي، في برقوق، يعني تحس ان انت عامل مهلبيه برقوق بالظبط. انصحكم تجربوه، مش عارف ازاي بس ممكن تجربوه، حلو قوي. يعني كويس ان انت ما جبتيش بقى بالرز والفراخ. شوف المنتج اللي بعده، خشوله. نسلي دي مش عارف منتجها ايه، شكلها مكتوب عليها تركي باين، يعني مش عارف هي شكلها تركي باين. تعالوا نجرب. ده كده شكلها من جوه، ومن ورا كده في حبيبات، بس هي اتقسمت مني فمعلش خليني اوريكم دي. من ورا في حبيبات، ده كده عامله زي الوايت شوكليت، الشوكولاته البيضاء. تعالوا ندوق. طيب يا جماعه، دي طلعت فعلا من تركيا، هي وايت شوكليت بالكوكيز، حلوه قوي. نيجي للمنتج اللي بعده. هوهوز. هوهوز يا جماعه بس بالقهوه، هوهوز بالقهوه. بصراحه ما جبتهاش قبل كده، تعالوا نشوف. ده شكلها هوهوز العاديه جدا، حجمها كويس. طب يا جماعه، هي نفس الكيكه بتاعت هوهوز اللي هي بشوكليت عادي، اللي هي الشوكولاته العاديه، بس الكريمه اللي جوه بدل الفانيليا اللي هي لونها ابيض، هي لونها غامق بالقهوه. وانت بتاكل كده شوكولاته بتروح حته كده قهوه بسيط، يعني حتى مش قويه تضايقك، لا انت كده افتر تيست قهوه كريمه مع الشوكليت كيك. طعمها حلو جدا يا جماعه. طيب نخش على المنتج اللي بعده. اندومي. طب ما دي الاندومي العادي يعني العاديه، يعني انا باكلها عادي كده من غير ما اسلقها. عايزاني يا جماعه ادوقها من غير ما احطها في النار ولا الطريقه يعني العاديه. تعالوا نشوف. لو انت جربت الطريقه دي قبل كده اكتب لي في الكومنتات رايك فيها ايه. انا اول مره اجرب الموضوع ده، يعني انا باكلها عاده المقليه دي على النار وبحط عليها صويا صوص وكده. تعالوا نجرب. طيب تعالوا نجرب.
حته اندومي من غير اي حاجه. طيب هي طعمها اكني باكل سناكس كده، بفليفر ملح بسيط قوي، يعني فيها تحس ان النودلز بتاعتهم ليها طعم من غير اي حاجه، يعني ما حطش اي حاجه عليها، ليها طعم كده هادي وحلو. انا عجبتني، يعني ممكن اكلها تاني، يعني ممكن اجيبها تاني واكلها كده من غير اي حاجه. خش على المنتج اللي بعده. الوافل دي كانت موجوده بس انا ما دقتهاش قبل كده برضو، دي موجوده من فتره. طيب تعالوا نجربها. هي مكتوب عليها وافل بالحليب والعسل، هي يعني قطعه واحده. تعالوا نجربها. ده شكلها من جوه. هي طلعت اتنين لازقين في بعض زي بتاع الفريسكا كده بيبيعها، لونها ابيض اللي بين الاتنين وافل، معرفش لونه ابيض في النص بينهم. تعالوا ندوق. طيب هي بصراحه هي طعمها، هي مش فريسكا، هي يعني انا كنت متوقع انها تبقى زي الفريسكا اللي هي بتاعت البحر. البسكوت طري وفي طعم حليب كويس قوي، وفي طعم وفي عسل طبعا كتير في الموضوع. يمكن عشان حطيت في دماغي الفريسكا، فاول ما دقت حسيت ان هي غريبه، بس لا هي سناكس حلوه، طعمها حلو، طعم البسكوت حلو. ممكن نجيبها تاني. تفكر زي ان هي زي الفريسكا بتاعت البحر؟ لا هي مش زي الفريسكا بتاعت البحر، ملهاش علاقه بالوافل خالص اللي هو بناكله ده، ملهاش علاقه خالص. نيجي للمنتج اللي بعده. اوكي، كورونا بس بالنعناع. يعني اول مره اجيب كورونا بالنعناع، شوكولاته كورونا بالنعناع. يعني انا بجيب دايما عاده شوكولاته كورونا بالفراوله بالنعناع، دي اول مره اجربها، مش عارف طعمها حلوه ولا لا، تعجبني ولا لا. تعالوا نشوف. طيب هقسمها بالنص. هي دي كده شكلها جواها حشو نعناع، هو نفس الحشو اللي بيبقى في الفراوله، يعني نفس الكميه تقريبا، بس لون اخضر. تعالوا نشوف. طيب هي طعمها طعم شوكولاته كورونا حلو قوي، لو انت بتحبها هي طعمها حلو، وفيها كده في النص هنت نعناع، انا ما ضايقنيش خالص، بالعكس طعمه حلو ومدي اضافه للشوكليت. وكمان يعني مش قوي قوي، يعني مش اللي هو نعناع يضايقك اللي هو تعمل كده، لا هو طعمه حلو وهادي، بيجي برده كده افتر تيست. عارفين طعم النعناع اللي فيه برده جه دلوقتي في بقي، نفس الفتراك النعناع، هو بالظبط. اخر منتج معانا. طيب ده عباره عن ايه؟ سيرب بلو بيري، ده اللي بيتحط على التشيز كيك. هحط شويه على المعلقه. طيب هو مش تقيل ومش خفيف، يعني مش ميه. تعالوا ندوق. طيب هو ما عجبنيش قوي بصراحه، يعني هو سائل اكتر عن زياده عن اللزوم، والطعم البلو بيري فيه مش احسن حاجه، تحسه ملبس او سكر، فما عجبنيش الصراحه. وكده وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عجبتك اعمل لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتك او اكتر مفاجاه عجبتك في البوكس ده، او حاجه نفسك تجربها فيهم. ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت روح شوفهم. بس كده.